السلام عليكم، دائما مع وصفات لمياء. اليوم حنقدم لكم الوصفه تاع العرايش نديروها مع بعض. درت انايا 2 كيلات كاوكاو كيما هذه الكيله، ومع نص كيله تاع كاوكاو نكملها بنوات كوكو. نكملها كامل بنوات كوكو ونعاود نرحيه ونعاود نولي لكم كيما قلت لكم. ومن بعد كملتها بنوات كوكو. درت 2 كيلات كاوكاو، ومع الكيله هذيك ماشي معمره درتها لهنايا وكملتها بنوات كوكو نديرها هنايا. ودرت السكر، شوفوا كيفاش درت السكر ميبا نص كيله، لان السكر هو اللي يبس الحشو. نعاود نرحيه ونعاود نولي لكم. شوفوا كيفاش رحيته. انا نقصت شويه كاوكاو جاني بزاف، كي خلطته كامل نقصته شويه. نديروا المغرفه تاع ديسير لافاني، ودرت 2 مغارف سمن باش تجي طريه. ونديروا عطر اللوز، درت عطر اللوز حلو. ندير مغرفه ماشي معمره، هذه مغرفه تاع ماكله صغيره شويه. ونشمخو بالماء زهر ونخلطو. نخلطو مليح ونعاود نولي لكم. شوفوا كيفاش شمختو الكاوكاو يشرب. انا بديت فيه هو الاول باش يشرب لي. هذا الكاوكاو انا حمصته شويه ورحيته. دوك نعاودو نولي لكم نورو مع بعض لاباط كيفاش جينا. درت انا، شوفوا هذه درت 3 كيلات فارينه، 3. درت لافاني مغرفه تاع ديسير وقرصه تاع الملح. شوفوا شحال درت سكر كلاصي، درت ميم با نص سكر كلاصي. دوكا نجيبو نحطو هنايا غريفي البول اللي كيلنا فيه الفارينه نكيلو فيه السمن. بعد ما ذوبتو يكون برد تماما هكذا نزيدلو شويه، من بعد نفيضها بالزيت هكذا، ونزيد نفيضها بالزيت. شوفوا هكذا، نزيد لها شويه سمن هكذا، لازم تفيض. نزيدو نكملوا هذيك الزيت، هاي فارت هكذا. نزيد لها غير شويه بس ما تفيض سمن هكذا. شوفوا هكذا، ونقلبها نخلطها مليح مليح حتى تشرب هذاك السمن. ومن بعد نديروا لها الماء زهر. اني نخلط فيها دوك نعاود نولي لكم. كما قلت لكم درنا 3 كيلات فارينه ممسوحين. دوك نكملوا الماء زهر. شوفوا كيفاش درتو، ندير بالعقل ونشوف كيف ولات لي العجينه ديالي. نخلط وما تخافوش، نخلط كما انايا درت الماء زهر، درت ميم با كيله ناقصه. نزيد نكمل هذيك الماء. نكملها كامل. انا درت كما قلت لكم 3 كيلات فارينه مع كيله مفيضه سمن وزيت. كما هذه درت لها الماء زهر لهنايا، درتها كامل نخليها تريح في الثلاجه. ومن بعد نشوفها لا مازالت مخصوصه شويه ماء زهر نزيد لها. هي دوك السخانه شوف كيفاش ولات. هيا نخلطها مليح نخليها هكذا. ومن بعد نعاود نولي لكم. راحت راني عاودت وليت لكم. حنزيد لها شويه ماء زهر. كاين الفارينه اللي تشرب وكاين اللي لا. نزيد لها غير شويه هكذا ونخلط ونشوف. انا درت الحشو نوزنو 20 من 20 غرام، درتو 20. والعجينه درتها 38.
انا الميزان ديالي درت له ساشي باش ما يتوسخليش. ودوك نعاودو نشكلوا الحبات ونعاود نولي لكم. انا لافارس ديالي حنديرها في الكيس بلاستيكي باش ما تنشفليش. شوفوا كيفاش شمخناها كانت جاريه كي كاوكاو ينشف. نديروها في الكيس بلاستيكي ساشي ولا نديروها في ساشي باش ما تنشفلناش. تحبوا ديروا بالكاوكاو ولا راهي الله يبارك يخطب في المسجد. شوفوا قد درت لها شويه. دوك نعاودو نولو. درت لها شويه فرينه وندير لها هكذا نحلها مليح ونعاود نولي لكم. شوفوا حليتها هكذا. شوفوا السمك ديالها كيفاش هاو رقيق. كما قلت لكم انا حطيتها في الثلاجه سخانه. رانا في شهر اوت لازم تكون. شوفوا كيفاش حطيتها. نستعمل الفرينه شويه. ندير الحبه هكذا. شوف هكذا نطلعها هذه منها ندير لها هكذايا نغلقها مليح هكذايا ومن بعد نفتحها. شوفوا ندير لها هكذا نفتحها مليح هكذايا ومن بعد نقلبها. كي نقلبها ديروا صباعتكم هكذا ديري تضغطي هكذا ومن بعد زيدي حليها. لازم تكون قد منا قد في 3. لازم 3 هادو يكونوا كيف هكذايا شوفوا هكذا ومن بعد ندوروا. كي نعاودو نحطوها في السنيوه ثانيك نعاودو نسقموها مليح. شوفوا هكذايا كما قلت لكم اللي يحب يسيي بالفنجان هكذا تتعلموا تسيو بالفنجان خير. هكذا ومن بعد نحطها في الثلاجه في السنيوه نديرها في الثلاجه حتى الغدو ان شاء الله تشد روحها مليح باش نطيبها. كي نكون حنطيبها لازم نتقبها باش تتنفس ومن بعد نديرها طيب. انا لازم تتريح كما قلت لكم في الثلاجه ومن بعد نديرها غدو ان شاء الله. هدايا لازم يكون كبير على هذا اللي قابله. فهمتوا؟ نسيت باش نقول لكم. بعد ما باتت العجينه شوفوا كيف ولات ما شاء الله كي تبات احسن. ولا تقعد واحد الساعه ولا ومام الحشو ديالها كي بات. شوف شحال بقى طري ولا طري هذاك السكر داب ولا ما شاء الله. شوفوا الله يبارك. دوك نوريكم حبه كيفاش نخدمها. نوريكم حبه واحده اخرى كيفاش نخدمها مليح باش تشوفوا. شوفوا لازم تضغطوا هكذا باش تخرج لك كامل هذاك الهواء ديالها. شوفوا هكذا ومن بعد ديروا هكذا باش نوري لكم. شوفوا تضغطوها هكا ومن بعد بيديكم ديروا لها هكذا ومن بعد تقلبوها. زيدوا ديروا لها بصباحتكم هكذا تضغطوا هكا تزيروا. زيدوا واحده خطره ومن بعد تكسلوا مليح هكذا. لازم يكونوا نفس الطول هكذا كي تكملوا دوروها هكا وسقموا مليح. النتيجه تجي ما شاء الله. شوف هكذا ومن بعد ديروها طيب. عفوا تخلوها في الثلاجه سخانه. دوكا تخلوها. انا خليتها باتت ليله كامله غطيتها بالساشي في السنيوه باش ما تديش. نديروا الطليه. حندير انا 2 كيلو سكر المرجل. دوك لازم حتى نصيرو. دوك نبداو الطليه كيفاش نديرو. انايا خديت لي 42 حبه تاع العرايش. زدت لها شويه حتى توليت قريب 50 حبه. انا عندي طلبيه هذه 50 حبه زدت لها. انا نديرو كاس تاع زيت كاس حليب وفنجان عفوا هذا تاع قهوه فنجان مزهر. انا استعملت المزهر تاع ليستري ودرت مغرفه تاع ديسير تاع لافاني والقارص. من بعد نخلطو مليح القارص ومن بعد نديرو كي ندير شويه سكر كلاصي ندير القارص. نضيفو السكر هكذا ونخلطو حتى نحصلو على القوام اللي نحتاجوه. الطليه تكون ثقيله هكذا. نبدا نضيف. انا قلت لكم صيرت هذاك 2 كيلو سكر نخلط. كي نلحق ندير القارص نوري لكم. دوكا نحلوها بفنجان قارص ماشي معمر. نبداو نحلو فيها هكذا نديرو بالعقل ونحلو
كي حتى نحصل على القوام اللي راني حابه. نحلل كامل درتو هكذا، ولا خاصني حليب والزيت لاخر نزيدلو. ودوكا درت غير شويه ما زهر، ونديرو اللون الابيض نحلوه فيه باش ندير في الطليه ديالي. نخلطو مليح ومن بعد نعاود نولي لكم. نضيفو هذاك اللون كامل، من بعد نخلطو حتى يكمل. خاصني شويه اللون الابيض، زدت له شويه في الحليب ونخلط حتى نتحصلوا على اللون اللي رانا حابينه. خلوها ترتاح، نغطوها بالساشي ومن بعد نعاود نولي لكم باش نخدموا نطلوا نحو لها الساشي هذاك. ومن بعد نبدا نطلي الحبات ديالي. دوكا نخلطوها مليح باش تروح لها هذيك الفقاعات، ونعاود نوريكم كيفاش نطلي الحبات ديالي. هاهم الحبات ديالي كيف كيطابوا. دوك نكلاصيهم كي طيبوا تبرد كامل العراش ديالكم، ديروها في البواطه وغلقوها. انا حطيت كرياج تاع فريجيدير عادي، حطيته فوق السنيوه ويطيح لكم هذيك الطليه عادي هكذايا. وبعد تعاودوا تردوها في الباسينه ديالكم هكذا، ومن بعد تخبطوا شويه هكذا حتى تهبط الطليه مليح، ومن بعد دنوها للطرف. سمحوا لي ولادي من داك يهضروا، انا نقول لهم سكتوا، هما يحبوا يهضروا. جاهم قبيله وليدي لهنا وقدام الكاميرا من شويه بعيده وعطس. قدت الكرياج ديالي فوق الباسينه تاع الطليه ونطلي، ولي يطيحوا الزوائد يطيحوا كامل في الباسينه ديالنا. هكا احسن طريقه. طليتها نشفت، دوك نقيها منايا كامل من هذو الزوائد هكذايا، ومن بعد نوري لكم كيفاش التزيين. انا استعملت هذا لاكري، دوك نديروا لها لاكري هنايا، نكملوها كامل نديرها، ومن بعد نكملوا الطريقه. نديروا خطوط بالطليه، هذه نفس الطليه اللي درتها هكذا. شوفوا هكذا باش ندير هذاك السمسم هكذا. شوفوا كيفاش يجي ما شاء الله. ومن بعد نزيدوا التزيين تاع الورده من الفوق. كيما هذه العجينات التقليديه تقدروا ديروا لها تشارك بها طاج مسكر، الحنيونات كعكات يجوا. بعد ما نشفت الطليه وكامل، دوكا نلصقوا لها هذيك الورده، نديروا لها من الفوق، نديروا شويه طليه هكذا ونحطوها. هذه الورده انا خدمتها ان شاء الله نوري لكم كيفاش تجي. شوفوا جات ما شاء الله هكذا بالورده، ومن بعد نوريها لكم كيفاش تجي. شوفوا نقسم معكم هذه الحبه، شوف تنقسم واحده. شوف داخل الحشو كيفاش جا طري، جا ما شاء الله. كي تخدموه مليح وتعجنوه مليح الحشو يجي الله يبارك. شوف الطليه جات الله يبارك، شوف جات ما شاء الله فوندو تقعد شهر. كما قلت لكم هذه طلبيه شاركتكم معايا. تبعوا كامل الخطوات اللي درتهم باش تنجحوا في الوصفه. شوف جات ما شاء الله، جات الله يبارك. شوف جات ما شاء الله. ما تنسوش الاشتراك في القناه فضلا وليس امرا. مع السلامه، الى فيديو اخر ان شاء الله.